السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف أخباركم وصحتكم وعافيتكم؟ إن شاء الله كويسين. كيف قيلتوا وكيف أمسيتوا من أي مكان ومن أي زمان. اليوم يا إخواننا نحضر لكم طريقة سلطة الأفوكادو. طبعا سلطة رهيبة وسلطة حلوة شديد وخفيف وسمحة في المعدة، يعني ممكن عادي الزول يعملها بالذات في رمضان ده، يعني حلوة شديد. عندنا يا إخواننا طبعا مكوناتنا، عندنا 2 قطعتين بتاع طماطم، عندنا فجل هنا، جزرة واحدة، قطعة ليمونة، نص خيارة، عندنا خس، عندنا فلفلية فلفل رومي اهو، عندنا قطعتين بتاعة بصلة خضراء، عندنا اهو الافوكادو، ملعقتين بتاع الزبادي، عندنا فلفل و3 رؤوس من الثوم وملح شوية، ويلا. وعندنا هنا برضو زيت زيتون، زيت الزيتون. فانا نقص السلطة دي كلها طبعا ونخليكم معانا نقطع سلطتنا كلها، نقطعها مكعبات صغيرة. دقيقة لازم تشوفوها. انا مقطع الافوكادو لا شنو بالملعقة. النص نقول شنو، نرمي النص في الخلاط مع الحاجات مكوناتنا، نقطع دي نضيفها في السلطة. عندنا هنا نضيف نص منه في الخلاطة مع الثوم والملح والفلفل. نضيف من شوية من زيت الزيتون، نعصر عصير الليمون، نص عصير ليمونة، نضيف الزبادي، بعد يا اخواننا ما ضفنا الزبادي بعد كده نضربهم في الخلاط. اخواننا ده بعد ما اتخلط كويس خلطناه، بعد كده شنو نقوم ننزله السلطة بتاعتنا. بعد كده يا اخواننا شنو نقوم نخلطها مع بعض. لو عايزين يا اخواننا شطة برضه ممكن عادي في الضوء، يعني بتبقى سبايسي برضه بتكون حلوة يا اخواننا. طبعا دي نهاية السلطة بتاعتنا، واذا عجبتكم يا اخواننا اعملوها وتسلموا كتير، ودمتم على الف خير ويديكم العافية ان شاء الله. اذا عجبتكم اعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واهم شي تفعيل الجرس. تسلموا كتير ويديكم العافية.